تنبيه مهم أوي قبل الفيديو ما يبدأ. الفيديو ده كفيل ان هو يغير حياتك كلها، فياريت تركز في الفيديو ده كويس. كل الشخصيات اللي هتتقال في الفيديو دي جاية عن التجربة الشخصية لي انا للأسف. فانا هحكي لك الشخصيات دي كلها لأجل حاجة واحدة بس، ان انت ما تقعش في اي فخ من اللي انا وقعت فيهم لما كنت في سنك. فعايزك تركز في الفيديو ده كويس، وان شاء الله ده فيديو هيغير حياتك. اعمل كوباية الشاي بتاعتك ويلا نبدأ. في حاجة محدش هقولها لك وانت داخل من باب الكلية اول يوم، وهي ان الكلية مش 3 4 5 6 سنين هتقضيهم فيها وتذاكر وخلاص خلصت على كده وتاخد الشهادة وتمشي. لكن اللي انت متعرفوش بقى ان الكلية هي المكان اللي هيشكل عقلك وطرق تفكيرك وبنسبة كبيرة قوي حياتك في 40-50 سنة كلهم اللي جايين اللي انت عايشهم اصلا على الكوكب ده. فاكبر غلطة بجد ممكن تعملها في حق نفسك مش انك مثلا تفرط في حضور او تشيل مادة لا قدر الله او تعيد مثلا سنة. اكبر غلطة بجد ممكن تضيعك وتبهدلك سنين كتير قوي قدام، وهي ان انت تسيب معتقداتك وافكارك وحياتك ودماغك تتشكل جوه في الكلية بالصدفة كده من غير ما تبقى عامل حسابك على اي حاجة. في واحد اسمه جيم روهن ده قال مقولة شهيرة جدا بتقول انت متوسط 5 من اللي انت بتقعد معاهم. يعني بالبلدي لو صاحبت 5 العقلية بتاعتهم عقلية الضحية، كل معتقداتهم ان الدنيا كلها جاية عليهم، او لو صاحبت 5 شمامين انت هتكون السادس بتاعهم، صاحبت 5 دحيحة انت هتكون السادس بتاعهم، صاحبت 5 رياضيين انت هتكون السادس بتاعهم بكل بساطة. وعشان كده انا جاي اقولك على 8 شخصيات موجودين في الكلية لو ما خدتش بالك منهم وانت داخل الجامعة للأسف هيضيعوك جامد قوي. ودي عن التجارب الشخصية اللي حصلت معايا وعن التجارب اللي حصلت مع الناس وانا شفتها بعيني للأسف. اول شخصية او اول عقلية هتلاقيها موجودة في الجامعة ومش بعيد هتلاقيها موجودة في كل دفعة، وهي صاحب القطيع او العقلية التابعية. ده بكل بساطة عبارة عن شخص ماشي مع القطيع، ماشي مع الكل وخلاص، ملوش اي رأي، ملوش اي هدف، بني ادم ب100 وش. لو الدفعة كلها زوغت هتلاقيه بيزوغ، لو الدفعة كلها ما بتزوغش هتلاقيه ما بيزوغش، لو الكل راح النار هتلاقيه رايح النار معاهم، لو الكل راح الجنة هتلاقي الكل رايح الجنة معاهم. الشخص ده بيدور على الأمان جوه المجموعة نفسها، عمره ما هيقدر يكون لوحده. عشان كده ما عندوش أي مشكلة خالص إن هو يخسرك مقابل إن هو يبقى موجود مع أي شلة وخلاص. حاول أول ما تشوفه في الجامعة تبعد عنه عشان تقدر تاخد القرارات بتاعتك برأي شخصي ليك انت، مش على حسب رأي الدفعة عامل ازاي. بمجرد ما يبقى ليك أهداف، مجرد ما يبقى ليك مبادئ، هتلاقيه أول واحد بيديك كليك يمين. العقلية دي ما عندهاش أي شخصية خالص، على طول ماشي مع الكل. فحاول تبعد عشان تبني لنفسك شخصية، تبني لنفسك الكاركتر بتاعك. تاني واحد وده أخطر وأصعب شخصية ممكن تلاقيها في حياتك، حاول لما تشوفها كده تجري بجد، وهي الشخص اللي عايش في عقلية الضحية، شايف ان الدنيا كلها عليه، شايف ان الدنيا كلها بتحاربه هو، الدنيا كلها وحشة وهو اللي حلو. هتخلص امتحان الميد ترم في الجامعة وتقعد على القهوة شوية معاه، هتلاقيه 24 ساعة في 24 ساعة بيتكلم عن اسطوانة مهرية واحدة بس، وهي ان الدنيا وحشة، الظروف وحشة، البلد هي السبب، انا بتحارب، انا مش قادر، انا لو كنت اتولدت في بلد اجنبية انا كنت هبقى شخص ناجح جدا، والكلام ده كله وهو اصلا عيل حمار. وكأنه ما يعرفش ان ربنا بيقول له وقال ليس للإنسان إلا ما سعى. يجي مؤمن بالقرآن كله يجي يسمع الآية دي تلاقيه بيجادل، بس يا اسطى السعي مش لازم يوصلك. ماشي يا اسطى حاول، على الأقل حاول، يعني ما تبقاش شايف ان الدنيا كلها وحشة وانت اصلا ما ساعدتش في حاجة. فلو مش فاهم الشخصية والعقلية دي خطيرة ازاي، الشخص ده بيسقط فشله على اي حاجة في الدنيا ما عدا هو. بيقول البلد وحشة، مش بيقول مثلا ان هو ما حاولش مرة تانية، بيقول الظروف هي اللي وحشة، مش بيقول اصلا ان هو كسل يحاول. طب واحنا مالنا يا اسطى، ما دي حياته هو وهو حر فيها. لا ولا 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 ركز بسرعة. الشخص ده مع الوقت هتلاقيه بيغرس فيك شعور بالعجز الغير مبرر بالمرة. هتبدأ مع الوقت من كتر ما بتقعد معاه بيجيلك شعور ان اي حاجة فيها اي مجهود انت هتعمله ملهاش اي لازمة ولا ليها اي لازمة خالص، ومع الوقت هتكسل اصلا ان انت تحاول، وحياتك كلها تبقى موجودة في قعر حلة الرز، انتوا الاتنين هتبقوا قاعدين جنب بعض. فحاول تبعد على قد ما تقدر.
نروح بقى للشخص الثالث. الشخص الثالث ده انا حاولت ادور على المسمى بتاعه بالعربي ما لقيتش، بس هم الاجانب بيقولوا عليه ذا دريم كيلر او قاتل الاحلام. سيبك بقى خالص من الاسم بتاع الاجانب ده، انا مسميه كده اسم بالبلدي، هو المستهزئ بالطموح. مجربتش كده تبقى قاعد في قهوه او قاعده مع اصحابك، تيجي تقول لهم انا يا جماعه هاخد الكورس الفلاني عشان احاول اطور من نفسي، هتلاقي مره واحده واحد كده بيطلع يقول لك ايه يا اسطى انت هتعيش لنا دور الدحيح؟ ما خلاص بقى يا عم كبر دماغك. ولا تقول له يا اسطى انا عايز التزم بدايت عشان ابني لنفسي عضلات واخلي صحتي شكلها كويس، هتلاقيه بيقول لك ايه يا اسطى ما تسيبك من جو فادي بدري وفادي متاخر والليله دي كلها، ما تعالى يا عم انزل اطرقع لك 10 دومنه. وللاسف الشخص ده طموحك وشغفك في الحياه بيفكروا بكسله وقله سعيه ومحاولاته الفاشله. نظرته ليك وانت بتحاول ان انت تطور من نفسك، بتحاول ان انت تبني اقوى نسخة ليك، ده بيخليه يحس بالتهديد، يخليه يحس قد ايه هو شخص فاشل جدا. فالشخصية دي كمان حاول 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 على قد ما تقدر تبعد عنه، او على الاقل خالص اقعد معاه اتبسط معاه، بس ما تحكيش طموحك للشخصية المريضة دي. هيشدك تقعد جنبه، هتشدك بدل ما انت كنت بتحاول تطلع فوق، مرة واحدة هتلاقي نفسك بقيت قاعد جنبه على القهوة ومبتعملش اي حاجة في حياتك، وغليتوا بتشربوا حجر السلوم المعفن المضروب اللي موجود على القهوة ده. لو الانسان حلم بكل حاجة لو حصلت واتحققت له كنا بقينا في الجنة مش على الارض. لكن حكمة ربنا يا اخي انه خلى كمان الاحلام تتحقق على الارض، شرط واحد بس، الاجتهاد. اعمل اللي عليك وما تخافش. نروح بقى لرابع شخص، ورابع شخص ده هو مدمن السعادة اللحظية، مدمن الدوبامين السريع. الشخص ده عالمي، كينج، شعوره في الحياة يا اسطى خلينا نعيش النهارده، مش ممكن نموت بكره، خلينا نعيش النهارده ونتبسط وبكره ربنا يسهلها. تلاقيه قبل الامتحان اوبا جيمنج، اوبا دومنا، اوبا بلاي ستيشن، اوبا اي حاجه بتديله دوبامين الا انه يذاكر. تقول له يا حبيبي ورانا تسليم، يخرب بيتك هنعمل ايه؟ يقول لك بس يا عم تعالى بس، شفتش اللي حصل؟ تيجي يقول لي يا اسطى التسليم هنطرد 20 درجه هيروحوا، يقول له بس يا عم تعالى ترقع لك 10 دومنه. يا ابني يرضيك يهديك مفيش. الشخص ده حياته كلها عايشة على الدوبامين اللي هو بياخده من جيمنج، الدوبامين اللي بياخده من الإباحية، الدوبامين اللي بياخده من التيك توك والإنستا والكلام ده كله. لكن للأسف زي ما انت عارف ان النجاح الحقيقي ممل جدا جدا جدا، وقايم على مبدأ قلل انبساطك لحد ما تخلص اللي وراك وبعد كده بقى اتبسط براحتك. انا هنا مش بقولك ما تخرجش، مش بقولك ما تتبسطش، مش بقولك انزل ترقع له 10 دومنه، بس يعني بالعقل، فاهم؟ اللي هو ايه بس بقى ايه بالعقل، يعني خليك راجل فهمان كده، فاهمني؟ النوع الخامس او الشخصيه الخامسه، الصراحه وانا ما لقيتش حد عربي بيتكلم عليه، بس الاجانب بيقولوا عليه انرجي فامباير او مصاص الطاقه، زي بالمعنى الحرفي مصاص الطاقه. بص هفهمك. مجربتش قبل كده تخرج مع شخص على طول شايف السلبيات اللي موجوده في الخروجه بس؟ يعني مثلا تبقوا رايحين الاهرامات، فاهم، وراكبين خيل وعمالين بتجروا، تلاقيه بيقول لك يا اسطى اوف الجو المقرف ده يا عم، هو ده مكان نيجي فيه؟ يا ابني احنا ماشيين وعمالين بنرمح ونقول السيف والبيداء والليل والبتنجان يعرفني والجيار والخيل والبيداء يفهمني والليله دي كلها. هتلاقيه شايف السلبيات بس، هتلاقيه شايف على طول الجدول وحش، هتلاقيه على طول شايف الدكاتره ما بتفهمش، على طول هتلاقي شايف الدنيا كلها حمير، ومع انه حمار بس هو ما يقدرش يشوف نفسه حمار. الشخصيه دي متعبه بجد اكتر ما انت متخيل. تحسه لابس النضاره بتاع الجد الله يرحمه، النضاره السوداء اللي هي الكعب كوبايه 5 درجات دي، وشايف الدنيا كلها سوداء. الشخص ده هو مش بقولك يعني متعب في الجامعه بس يعني نصيحه ابعد عنه، اهرب. يعني ده شخص اللي هو ايه، يعني هو كده اهو والفرحه كده اهو، هو والفرحة طريق متوازيان لا يتقابلان في أي نقطة خالص. يعني ليه يا ابني ليه مدبس واحد، ليه مدبس حياتك مع شخص زي ده؟ سادس واحد بقى يا لهوي، سادس واحد ده يعني اللي اتقال عليه صرم الدفعة، يعني ممكن نقول عليه مثلا مش صهيوني الدفعة، لا ممكن نقول عليه اليهودي بتاع الدفعة. ده شخص مش بيبعت الملازم لأي حد،
مش بيدي الملخصات بتاعته لحد، مش بيعمل اي حاجه لحد، ولو طلبت منه معلومه يا يديها لك ناقصه يا يديها لك غلط. هو مقتنع ان انت لو خدت منه المعلومه، لو سرقتها من دماغه، انت خدت رزقه خلاص، شغله باح، مستقبله بح، مستقبله مات. الشخصية دي حقودية أكتر مما أنت تتخيل. جرب تجيب درجة أعلى منه، جرب كده بالصدفة تضرب معاك هوبا هوب 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 هوب، لقيتك مرة واحدة جبت درجة أعلى منه. يا لهو على كمية الحقد والغل اللي هيعيشك فيه وأنت مش دريان بيه. الشخصية دي مش بقولك يعني ابعد عنها، الشخصية دي اهرب عنها. ليه؟ هيعلمك ازاي تغل، هيعلمك ازاي تحقد، هيعلمك ازاي تبقى شخص اصفر وبصرم من جواك. لقيته من هنا امشي انت من الناحية دي على طول، ما تفكرش. 7 شخص بقى، 7 شخص ده بتاع المظاهر، 7 شخص ده بتاع اللقطة الحلوة، الشخص اللي عايز يبان ان هو جامد، الفرود اللي موجود في الشلة. على طول تلاقيه بيقولك ستة مش شايف الكوباية دي من انهي براند، مش شايف التيشيرت ده من انهي براند، مش شايف اللوجو ده من انهي قناة. اعمل لي بقى يا عم، انزل اعمل لي لايك واشتراك، احنا تعبانين والجو حر ولسه بنبدأ بقى انت كمان. يلا 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 يلا، ما تنحش. خلاص بهزر معاك، ما تعملش حاجة. نرجع تاني لموضوعنا. الشخص ده للأسف تفكيره كله يبقى تفكير سطحي، بيبقى همه كله يلبس الفرند البولاني وعلى البتاع العلاني. عمره ما هيفكر يبني نفسه، عمره ما هيفكر ازاي يكون ليه مستقبل. فعشان كده الشخصية دي مش بقولك ما تصاحبهاش، بس على قد ما تقدر حاول ما تبقاش زيها. ليه؟ الشخصية دي مش بتركز في حياتها، الشخصية دي هتعلمك ازاي تبقى شخص فاضي من جوه. انت لابس البراند العلاني، بس انت ما عندكش الشخصية اللي تخليك متميز في الدنيا، ما عندكش الجوهر اللي جواك، ما عندكش الحاجة اللي انت تحارب عشانها. الشخص ده هتلاقيه بيفضل ان هو يشتري ساعة من البراند الفلاني ولا انه يشترك في كورس هيفيده ويفيد مستقبله لسنين قدام. فالشخص ده حاول تبعد عنه. ليه؟ لانه هيخلص فلوسك، هيبهدلك حرفيا، هيخلص فلوسك، هيخلص مشاعرك، وهتحاول تطارده مش هتعرف، وهتلاقي نفسك خسرت نفسك لاجل المنظرة الكدابة، وبعد التخرج هتلاقي نفسك فيستك على الهوا وخلاص. 8 شخصية، 8 شخصية دي وما أدراك 8 شخصية. 8 شخصية دي بتاعت المصلحة. تلاقيه في وقت الامتحان، انت اخويا وحبيبي، بص انت شيء، انت اخويا، يالا اللي ما جابتوش امي. تيجي بقى تطلب منه حاجة، انا ام اباجورة، انا اباجورة، فاهم؟ فالشخصية دي متعبة بجد. وحاول ما تتخدعش وتفضل عايش دور انا الصاحب الجدع. حاول ما تعيش الدور ده قوي. ليه؟ عشان ما تلبس على وشك قوي، فاهمني؟ يعني ضربت وزن وقافية ما كانتش موجودة في الكلام اللي في دماغي. بس على قد ما تقدر الشخصية دي حاول تكشفها بدري، يعني تطلع خدمة. حاول على قد ما تقدر تاخد خدمة من اللي قدامك. انت مش بتطلع لله، ولا الشخص اللي قدامك برضو بيطلع لله. ادي خدمة قدامها خدمة. جرب مش هتخسر حاجة. لو لقيت ان انت عمال بتدي بس، وجيت في مرة طلبت لقيته بيقولك انا اباجورة، قول له لا يا معلم، ما خلاص، انت من طريق وانا من طريق. اعمل كده، ما تستناش. وقتك مش ببلاش، مجهودك مش ببلاش. مصلحتك، خد مصلحتك، خد مصلحتك، خد مصلحتك بجد 4 مرات. خد مصلحتك. ليه؟ عشان مصلحتك هي اهم حاجة موجودة في الجامعة كلها. لو اتخرجت من الجامعة وانت شخص بجد فاضي من جواك، من غير ما تاخد شغفك، تعرف شغفك ايه، حياتك هتبقى وحشة أوي يا اسطى، بجد حياتك هتبقى وحشة أوي. نفسي بجد أكون يعني فدتكم بحاجة أو من التجارب اللي في دماغي، بس يعني إن شاء الله تكونوا التجارب أو الشخصيات اللي أنا قلتها تكونوا مخليين بالكم منهم كويس جدا، عشان الشخصيات دي هتضيع عليكم وقت كتير أوي. وبالذات نسيت الشخصية السمب. يلهوي، ابعد عن الشخصية السمب دي، عشان هيبيعك مع أول. خلي دي نهاية الحلقة عشان ما نبلعش بان على وشنا. فكان معاكم سيف عادل من برنامج عقلية. انا بحاول اطور من طرق تفكيرك، بحاول اخليك تتطور، بحاول اديك من التجارب اللي انا عشتها في حياتي عشان ما تاخدش على وشك زي ما انا خدت على وشي. فاتمنى كل حلقة فادتكم. كان معاكم سيف عادل، سلام.